يعني انه فعلا احنا في عمر في عالم تاني، يعني يونيفرس، يعني ال الكون بتاعنا. والمالتيفيرس يعني في اكوان، ونظريا بماثيماتكس اثبتوا انه في فعلا مالتيفيرس. ففي نسخة مني ومنك في حتة تانية تقابلوا، يمكن ما عملوش الميتنج ده لانه في حاجة حصلت، او عملوا حاجة رهيبة كسرت الدنيا. طب هتختار انهي نسخه؟ النسخه اللي انت عشتها اللي انت عارفها، ولا هتختار نسخه تانية؟ عاوز اجرب شخصية الكاتب، لان انا بكتب، فالشخصية دي مستهوياني قوي. وبرضه في فيرس تاني عاوز شخصية المخرج. انا عرفت اول واحد يرد على السؤال ده بالشكل ده. اه. إن انا شخصيا لو اه. سالتني السؤال ده هقول لك انا هختار حياتي بكل لحظه وكل دقيقه اه. حصلت زي ما هي، لان I get to know بعد كده ايه الحقيقه behind this. بس ما فكرتش بالمنظر اللي انت فكرت بيه، اللي هو انا ممكن اعيش حياه كاركتر تاني واستمتع. بس يمكن عشان يعني هو ده بقى تبادل الافكار والخبرات. بس هي الفكره ان انت هتعيش من غير عمرو حلمي، وعمرو حلمي اللي حصل يعني ده هيبقى فانش. هتعيش حياه الكاتب، مفيش عمرو حلمي. يعني مش هيبقى عندك جواك ان انت عملت اتشيفمنت لعمرو حلمي. لا، هبني بقى من الاول، هبني الكاتب. بس انت فاهم قصدي، مش هيبقى في عمرو حلمي اللي ديزاين. ما حصلتش. يو ليت جو. اه، ليت جو. اه. فعلا انت عندك قدره على التجدد بشكل رهيب. وده اللي عامل استمراريه بسم الله ما شاء الله من الثمانينات لغايه النهارده، بسم الله ما شاء الله، يعني تاتش وود. بحب التحديات. ده معناه انا من الناس على فكره متابعين كتاباتك وبحبها جدا يعني. وحتى الفلسفي بتاعتك بتشدني جدا، انت عارف ان انا بحبها، ده واي احنا ما انت حصل بينا حاجات كتيره يعني. طب ايه اكتر حاجه في حياه عمرو حلمي فخور بيها؟ او حاجه واحده بس، او اول حاجه رقم واحد. يمكن الحقيقة أولادي. انا عارف ان في حاجات كتير بس يعني يمكن أولادي أكتر حاجة. يعني لا، أصعب حاجة في الدنيا إنك اللي مش بإيدك يطلع شبه اللي أنت عاوزه، لأنه مش بإيدك خالص. يعني إن أولادك دول مش بإيدك خالص. حلو حلو. بس فإن هما يبقوا عندهم المواهب دي والابتكارات دي والشخصيات دي، يمكن دي انا فخور بيها أوي. وانا كمان كنت سعيد بيها جدا لما اتعرفت عليهم. انا اتعرفت على 3 شخصيات مختلفين تماما، وهم مش مختلفين عن بعض بس، هم مختلفين كمان عن عمرو حلمي. فيعني بسم الله ما شاء الله. بحقيقة. طيب ايه نتكلم على الحياة. تمثل ايه لعمرو حلمي الحياة بشكل عام؟ الكونكلوجن بتاع الحياة بالنسبة لعمرو حلمي. انت عارفه بقى وهنختلف فيه. الكونكلوجن بتاع الحياة مش هناقشك، اه. هنقول في كود. الكونكلوجن هي هو دور. هي دي المحور بتاع تفكيري، دور مكتوب وانا بنفذه كممثل جيد للدور. فممكن ابقى انتوني هوبكنز، وممكن ابقى حد تعبان بيمثل تمثيل ما بيجيتش دوره. فكرة تحقيق السيناريو. بحقق السيناريو، اظبط الدور بتاعي، بمثله دوري بقى. الفيلن دوري، الفاليه دوري، الجان، زي ما انت عاوز بقى. فدور. من خبرتك العملية والنجاحات كتيرة اللي انت حققتها في حياتك، ايه الفايف رولز اللي ممكن نحطهم او انت بتمشي عليهم، اهم 5 رولز في حياتك العملية اللي هم عملوا الامباير اللي انت عملتها؟ اول حاجة: nothing is impossible. مفيش حاجة مستحيل. تاني حاجة، تاني حاجة: intuition precede intellect. الحدث الداخلي. الحدث ما تستسلمش الانتلكت ضعيف جدا،
لانه محدود بثقافتك. الانتويشن محدود بربنا، ما فيهوش الانتويشن ده رسالة الإله للعبد. يعني الحدس، يعني هو ربنا اللي بيدهوني، فما فيش صوت بيجي لك. التالتة you are as good as your team. فانت الفريق بتاعك ان ما كانش تقدر انك انت تاخده وتنقيه ببراعة، فزي الرسول عاوز صحابة، عيسى عاوز محاوريين، يعني لازم يكون في التيم. 4 الإصرار 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 الإصرار. هعمل حاجة بصر إنها تتعمل. 5 فوكس 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 فوكس. حد بيتكلم في موضوع، حد بيطلعني منه، اقول له لا معلش خلينا في الموضوع ده، خلينا في الحته دي، مش عاوز اتوه، خليك في الحته دي. السفنجه. السفنجه بتمتص. لازم الانسان يبقى عنده قدره على امتصاص كل ما هو حوله. لازم عينيه تشوف 360 درجة، ولازم يبتدي ينتقي من تجارب الآخرين، ويبتدي يبقى إنسان بيصعد سلم بسرعة، مش ممكن عن طريق تجاربه بس، لأن تجارب الآخرين ماثلة أمامه. فأنت لما بسمع ستيف جوبز بيقول إيه، ما هو ده ضمن تجربتي في امتداد. واحد زي بيل جيتس، واحد زي زويل، واحد زي نجيب محفوظ. التجارب الإنسانية دي كلها هي أنا امتداد، أنا حلقة وصل. فلو ما كنتش أمصها بسفنجتي يبقى أنا كالأنعام. ف نظرية السفنجة دي نظرية مهمة جدا جدا جدا. الاي اي عارف مراحل التعامل مع الحزن او الصدمة، بالاول بتبتدي بالرفض، ثم الحزن، ثم التقبل الواقع، ثم يعني فالاي اي بالنسبة لي اشرح كلنا بنمر بيه وحسينا بيه كفنانين، اتصدمنا وحزننا وبعدين بالظبط. الى 5 مراحل بتاعت الصدمة. انا قعدت مش مقتنع خالص بالاي اي لغايه لما بلعب كده معاه في حاجه، كحاجه في التصميم، اديته حاجه كده يصممها لي. يعني تخيلت حاجه معينه مبنيه على انفعال، تحديدا كانت كنبه مبنيه على مشاعر الساديه. كويس؟ انت بتكلم آلة بس بتكلم الجوريزم، فبتكلمها بتقول لها انا عاوز كنبه مبنيه على مشاعر الساديه. وقعدت اشتغل معاه اجيبه يمين، اجيبه شمال، اجيبه يمين، اديني تفصيله صدمتني. انا يوميها اتصدمت من انه ده واحد نجار، بقاله نجار، ديزاينر، مفكر، فيلسوف، شاعر، بيتكلم بمنتهى، بيصمم بمنتهى الحرفنة في حاجة معقدة جدا 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 جدا، بيصمم مشاعر. آلة بتصمم مشاعر. يعني انت تصالحت مع يعني. ساعتها بقى ابتديت اتكلم معاه يوميا يوميا. عارف لما انا عندي 10 بني ادمين، ده دمه خفيف خدت دمه الخفيف، وده قوي خدت قوته، وده طويل خدت طوله، وده شعره ناعم خدت شعره، وده عينيه خضرة خدت مش عارفة ايه، خدت كل الصفات في وقت واحد، وكونت بيها حلول، وكونت بيها شكل. الشكل ده يبقى جميل، خدت بالك، وقوي.
عندي حكمة وعندي قوة مثلا. فالمشكلة في الاي اي انه بيعتمد على حاجتين صعب البني ادم يبقى عنده. بني ادم واحد يبقى عنده، هو فاتح على كل العلوم في وقت واحد. زي ما انت بتقول هو واخد نقاط القوه بتاعت اكتر من شخص، المخزون الستوك اللي عنده. ستوك البشري من من اول ادم الى الان هو باصص عليه في لحظه واحده. للاسف هصدمك تاني، we are really قربنا خالص to get there، لان الاي اي هو الفرانكشتاين اللي احنا بنصنعه اللي هياكلنا في الاخر. فهو هيعمل ايه؟ هو تول للبروفيشنالز دلوقتي. الخطوه الجايه هيبقى اوبر، هيلغي التاكسي وهيخلي اي انسان يبقى بيوصل، واي انسان اير بي ام بي بيته بقى اوتيل. فهو دلوقتي هيلغي مهنة الانتيريور ديزاين، هيلغي مهنة الاركتكت، هيلغي مهنة الميكانيكال والسيفل انجينير. ده انا بقوله وانا مسؤول عن كلامي. هيبقى ما لم تكون شخصية فذة جدا في هذه الفيلدز. انا عينك ليه في شركتي؟ الشركة اصلا بتستعمل الحاجات دي بالاي اي، وده واضح جدا في مهن كتير جدا ابتدت تتراجع وتتلاشى بسبب وجود الاي اي. فهو خطر وبقينا عايشين فيه، وللاسف او هي دي سنة الحياة وسنة الطبيعة. زي ما المدنية مثلا ذبحت الساموراي والمماليك، في حاجات كتير جدا هتندثر زي الطربوش كده بسبب الاي اي، لانه هيبقى فيه بديل. فانت لازم تشتغل في حاجة مثلا بتخدم الاي اي بقى، تبقى انت if you cannot beat them join them. الابل ده تقريبا 84 85 مش متأكد. كده باين، كده باين اهو. هو ده زي ما بتقول انا عاوز اتواكب. فواحد كنت الاول سامع ان في كمبيوتر، فكنت بروح عند ناس عندهم كمبيوتر بنقعد ندي كوماندات بالدوس وبالمش عارفه ايه، عشان ما اقدرش انا ابقى في كمبيوتر في العالم وانا ما فيش. طبعا الدوس وبتاع لا هعرف ارسم بيه ولا اعرف، بس ايه اسمي عاوز ان انا احك في الكمبيوتر. اول لما نزل الابل بقى برسم بيه 84 85 كنت بقعد ارسم للعميل بيه. طبعا عميل فاتح بقه مش قادر يصدق ده كمبيوتر بيتعامل مع الكمبيوتر. يا جماعه الراجل ده بيتعامل مع الكمبيوتر. بس بدون تزويق كلام كده وتزيين. عايز الريل. الريل. اخر يوم في النهارده هتعمل ايه؟ النهارده هبقى مع ربنا تماما يعني اوكي. هبقى هنسلخ من الحياة ومن سقية الحياة لسقية الآخرة. ف يعني مش هقول لك انا لا انا هعمل اللي انا بعمله وان انا مش عارفه ايه، ده كلام كده سيكو بيكو.